يا مساء الفل، أهلًا وسهلًا بيكم، معاكم نهلة فؤاد وأنت بتتفرج على برنامج خلاصة في 5. تخيل معايا تقدر تبدأ مشروعك دلوقتي بدون رأس مال كبير وتحقق دخل ثابت من أول خطوة. النهارده هاكشف لك 5 خطوات عملية لتحويل أي فكرة لمشروع صغير مربح على أرض الواقع، مع أمثلة لشركات نجحت وبدأت صغيرة جدًا. هات يلا ورقة وقلم ويلا بينا. الخطوة الأولى، افهم السوق كويس زي أمازون. اعرف مين العملاء اللي محتاجين منتجك أو خدمتك، واسأل نفسك مين هيدفع مقابل فكرتي وازاي أحللهم مشكلة حقيقية. جيف بيزوس لما بدأ أمازون بدأها كمكتبة صغيرة في جراج، ركز على الكتب الأونلاين، والنهاردة هو أكبر متجر إلكتروني في العالم. الخطوة التانية، جرب على نطاق صغير زي أبل. مش لازم تبدأ بمشروع كبير أو رأس مال ضخم، جرب نموذج أولي وشوف رد فعل العملاء. ستيف جوبز لما بدأ أبل بدأوا في جراج بسيط، التجربة العملية كانت الخطوة الأولى، بس دي اللي وصلته للعالمية. الخطوة الثالثة، اعمل خطة تسويق واضحة زي الفيسبوك. بص، بدون تسويق حتى أفضل فكرة مش هتتباع. ركز على وسائل التواصل والمحتوى وتوصيل المنتج للعملاء الصح. مارك لما بدأ الفيسبوك بدأها كشبكة صغيرة لطلاب هارفارد، وخطة التسويق والتوسع التدريجي خلاها شبكة اجتماعية عالمية. الخطوة الرابعة، حضر إدارة مالية ذكية زي ستاربكس. سجل كل المصاريف والإيرادات واعرف خطوات الربح والخسارة. ستاربكس لما بدأت كمتجر قهوة صغير، إدارة مالية واضحة من البداية ساعدتهم يتوسعوا لسلسلة عالمية. الخطوة الخامسة والأخيرة، طور وكرر. كل تجربة ناجحة أو فاشلة بتعلمك درس جديد. استمر في التحسين والتطوير، خلي كل يوم خطوة أقرب للربح. Airbnb بدأت بفكرة بسيطة، تأجير غرف في شقة شخصية خلال مؤتمر، وطوروا المشروع عشان يبقوا أكبر منصة عالمية للحجوزات والسياحة. وفي النهاية وبعد ما شفنا 5 خطوات عملية لتحويل أي فكرة لمشروع مربح على أرض الواقع، وأمثلة حقيقية لشركات بدأت صغيرة جدا ونجحت عالميا، في الحلقة اللي جاية بقى هنتكلم عن أسرار تكبير مشروعك وتحويله لأرباح أكبر بسرعة جدا. أنا نهلة فؤاد ودي كانت خلاصة النهاردة. استناني كل تلات وجمعة، وما تنساش تعمل لايك وتشترك وتفعل الجرس عشان تكمل معايا الرحلة، وخلي كل خطوة عملية بتساوي نجاح أكيد. وافتكر دايما شعارنا، أفكار مركزة في وقت محدود. أشوفكم الحلقة الجاية.